الفارابي بيكمل ويقول طب طالما في عقل فعال يبقى المجتمع كمان محتاج وسيط، فطلع بفكرة الحاكم الفاضل اللي هو إنسان متصل بالعقل الفعال، يعني النبي ويعني الفيلسوف ويعني الدولة المثالية. الغيب هنا مش سماوي بس، ده سياسي كمان. الحجة الوحي بينظم الدنيا مش بس القلوب. والاعتراض طب لو الحاكم قال أنا متصل بالعقل الفعال، نصدقه ولا نغير البلد؟ وهنا يحصل الانقلاب. السهروردي قال سيبك من العقول المتسلسلة، الوجود كله نور. في الله نور الأنوار، وأنوار قريبة وأنوار بعيدة، وفي ظلمات. الملائكة أنوار واعية، والعقل نور بيفهم. والغيب مش فكرة، ده تجربة إشراق. الحجة إن الفلسفة من غير ذوق تبقى جافة. والاعتراض طب ما ده كده قرب قوي من التصوف، فين الفلسفة؟ الخلاصة الفلسفية من غير ما نضحك على نفسنا، ابن سينا قال إن الغيب يفهم، والفارابي قال الغيب يدار، والسهروردي قال الغيب يرى. والتلاتة حاولوا يعملوا حاجة خطيرة، يفهموا السماء من غير ما يكفروا العقل ولا يلغوا الوحي. بس كل ما الفكر يعلى كل ما الناس تترجم. بص احنا دلوقتي في القرن الرابع والخامس الهجري، يعني زمن كان فيه ناس بتفكر وناس بتخاف من التفكير وناس ثالثه بتكتب الاتهام قبل ما تفتح الكتاب، زينا كده بعدهم ب1000 سنه، والتهمه جاهزه ومحفوظه وبتتكرر من 1000 سنه. دول لعبوا في الغيب وقلوا ادبهم مع العقيده.